علاش ولدك يقدر يفوت ساعات وساعات في التليفون بلا ما يحس بالوقت، بصح كي تجي للصلاة يحسها ثقيلة؟ واش راه صاري بالضبط؟ هل المشكل فيه هو ولا كاين أسباب أعمق ما راناش شايفينها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. كاين بزاف والدين يعيشوا نفس الحيرة، يقول لك ولدي كان يصلي كي كان صغير وكان يمشي معايا للجامع، بصح كي كبر تبدل. فين راه المشكل وعلاش ولا يهرب من الصلاة؟ قبل ما نحوسوا على الحلول خاصنا نفهموا الأسباب، على خاطر كما يقولوا إذا عرف السبب بطل العجب، والمعرفة نص العلاج. نمشيو الأسباب. السبب الأول واسم هو تعلم الصلاة وما تعلمش يصلي. بزاف أطفال تعلموا الوضوء، تعلموا يركعوا يسجدوا يحفظوا الصور، بصح ما تعلموش المعنى الحقيقي للصلاة. ما عرفوش باللي الصلاة ماشي مجرد حركات، الصلاة هي لقاء بين العبد وربه، هي الوقت اللي تقدر تشكي فيه همك لربي وتطلب منه اللي تحتاجه. كي يكبر الولد وهو يعرف كيفاش يصلي بصح ما يعرفش علاش يصلي، تولي عنده الصلاة مجرد عادة، والعادة تعلم ولدك كيفاش يصلي، أما المعنى هو اللي يخليه يواصل الصلاة كي يكبر. السبب الثاني هي حاجة أخرى سرقت له قلبه، وهذه نقطة مهمة بزاف. خطرات المشكل ما يكونش أنه ولدك يكره الصلاة، بالعكس، أغلبية الدراري يعرفوا بلي الصلاة مهمة وعمود الدين، سما ما يكرهوهاش، بصح المشكل أنه كاين حاجات واحد أخرين خداو بلاصتها في قلبه، كما التليفون، الألعاب، السوشيال ميديا والشورتس. وهما الهم الكبير، هاد المتعة السريعة اللي راه يشوفها كامل النهار، هنا القلب يكون متعلق بها ولا بهاد الصوالح، على خاطر القلب ما يبقاش خاوي، خاصة يتعمر. إذا ما تعمرش وتعلق بالله يتعلق بحاجة واحدة أخرى، وعلى هذا هو ما يكونش هارب من الصلاة، ما يكون مشدود لحاجة واحدة أخرى أسهل وأمتع في نظره، يعني تجيب له المتعة. السبب الثالث وهي كثرة الأوامر، صلي، نوض تصلي، ما صليتش راك دايما تأخرها. مع الوقت تولي عنده موضوع توتر في الدار، والمراهق بطبعه يحب يحس بالاستقلالية، سما كي يحس بلي كل يوم نفس الضغط هو واسم راه يدير، يبدا يقاوم، ماشي على خاطر يكره الصلاة، مي على خاطر تعب من هذا الصداع تاع كل يوم. سما تولي الصلاة هي سباب المشاكل عنده، وتولي دايرت له قلق. السبب الرابع وهو النجاح في الدنيا أصبح أهم من النجاح مع الله. هنا خليوني نسقسيكم سؤال، كي يجيب ولدك نقطة مليحة في الامتحان تفرحوا؟ كي ينجح في الشهادة تفرحوا؟ كي يحقق هدف من أهدافه الدراسية كامل الدار تحتفل، وهذا الشيء طبيعي كامل نديروها. بصح هذاك المراهق راه يلاحظ، راه يشوف واسم هي الحاجة اللي نمدولها قيمة أكتر في حياتنا. من صغره يسمع الهضرة على القراية، المستقبل، النجاح، الشهادة والخدمة، من الهضرة على الصلاة والعلاقة بالله كاين شحال من دار ما يعرفوهاش، وكاين اللي مر عليها مرور الكرام. مع الوقت يبدا يكون صورة داخلية باللي النجاح الحقيقي كاين في جهة والصلاة في جهة واحدة أخرى. وعلى هذا ما تجيكش غريبة إذا لقى الوقت لكل شيء إلا الصلاة، على خاطر الإنسان في الغالب يمد أولوية للحوايج اللي يحس باللي عندها قيمة وأهمية أكتر. السبب الخامس، المراهق يبدا يحوس على القناعة ماشي على الطاعة. كي كان صغير كان يصلي على خاطر باباه ماما قالوا له صلي، بصح كي يدخل المراهقة يبدا يسقسي بزاف أسئلة، كاين اللي يصرح بها ويقولها لك، وكاين نوع أخطر هو اللي يخلي كل شي في قلبه، يسقسي علاش نصلي، علاش 5 مرات، علاش لازم نحافظوا عليها، واسمية الفايدة من هاد الصلاة كامل. وهنا نحب نقول لكم كاين فرق كبير بين الطفل والمراهق، وخاصنا نعرفوا باللي ولادنا ما يبقاوش صغار. كاين اللي دايما تشوف ولدها ولا بنتها صغار بصح هما راهم يكبروا، ردوا بالكم. الطفل يقبل التعليمات، بصح المراهق لا، يحب يقتنع. إلا صاب إجابة مقنعة تزيد علاقته بالصلاة، بصح إلا ما صابش يبدأ التردد يدخل قلبه. وعلى هذا خطرات ما يكونش هارب من الصلاة، يكون برك يحوس على معنى أعمق ليها. السبب السادس، المراهق يعيش معارك داخلية محنا ما نعرفوهاش وما نشوفوهاش.
بزاف منا حنا الأولياء نشوفوا برك السلوك ولا الفعل ولا نقولوا رد الفعل، نشوفوا ولدنا ترك الصلاة ولا أخرها، هذا ما كان. بصح ما نشوفوش واش راه صاري داخل عقله وقلبه. المراهقة مرحلة فيها ضغط كبير، مقارنات، خوف، مشاكل، ثقة بالنفس، وتغيرات جسدية ونفسية. على هذا المراهق يفوت فترة تاع اضطراب تخليه يبعد على صوالح كانوا عاديين بالنسبة ليه، ماشي غير الصلاة. وعلى هذا الصلاة تكون برك أول حاجة حنا ننتبهوا لها. بغيت نقول لكم بلي تربية الأبناء على الصلاة عمرها ما كانت سهلة وما كانتش أوامر وتعليمات. على هذا ربي سبحانه ما قالش وأمر أهلك بالصلاة وخلاص، لا، قالنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. على خاطر الله يعرف الطريق يحتاج صبر ويحتاج فهم ويحتاج نفس طويل، خصوصا مع الأولاد في المراحل الحساسة من حياتهم. وفي الأخير إذا ولدك اليوم راه بعيد على الصلاة، ما تقلقش وما تخافش وما تحكمش عليه. حاول أول حاجة تفهم السبب الحقيقي، على خاطر إذا عرف السبب بطل العجب كما قلنا في الأول. على خاطر مور كل سلوك كاين سبب، ومور كل ابتعاد كاين قصة. على هذا في الجزء الثاني راح يكون الحلول وكيفاش نساعد ولادنا خطوة بخطوة باش يرجعوا للصلاة، وكيفاش نستغلوا عطلة الصيف باش تكون بداية جديدة بينهم وبين ربي. إذا عجبكم الموضوع ديروا جيم، اشتركوا في القناة وبارطاجيوه مع أمهات وآباء ولادهم راهم غابنينهم وما يصليوش. وقولوا لي في التعليقات ما هو أكتر سبب تحسوه هو اللي راه مبعد ولادنا على الصلاة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.